إذا بلغ المنتخب المغربي مشاهدينا الكرام ثمن نهائي كأس العالم في قطر 2022 بفوزه على نظيره الكندي ب2-1 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة. حكيم زياش افتتح تسجيل الأسود الأطلس بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية، وأضاف يوسف نصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23 ليصبح أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من النهائيات. وعند الدقيقة 40 قلص نايف أجند الفارق لمصلحة المنتخب الكندي عندما سجل بالخطأ في مرمى حارسه ياسين بونو. جزيلا لك. نعود بكل تأكيد إلى تأهل المنتخب المغربي التاريخي إلى الدور الثاني متصدرا لهذه المجموعة، في مجموعة صعبة فيها بلجيكا، فيها كرواتيا، فيها المنتخب الكندي. نعود إلى ضيفنا، نرحب بك كابتن سمير محمدي مرة أخرى. كابتن سمير، أبدأ معك الآن. المنتخب المغربي فعلا استحق هذا التأهل، واحد من المنتخبات العربية الأربعة يتأهل إلى دور 16، إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب، لكن هو كان يستحق وكان الأقوى في هذه المجموعة الصعبة، المجموعة الحديدية، فيها وصيف بطل العالم وفيها كذلك ثالث بطولة العالم 2018 في روسيا. صحيح يا اسلام، قدم نسخة تاريخية، وخصوصا انت بادئ بمدرب، وده في يعني عنوان حظ المبتدئين في كرة القدم. زي ما العرب ابتدوا في كرة القدم من 1970، احنا شفنا أول منتخب عربي يحقق نقطة وتعادل مع بلغاريا 1-1، ثم الجيل العظيم 86، وطبعا دي كانت النسخة الأفضل لمنتخب المغرب. يجي وليد الركراكي بمنتخب منظم للغاية، يمتلك عمق في التشكيل على أعلى مستوى، لعيبة بتلعب في أفضل أندية في العالم، عنده 3 خطوط على أعلى مستوى. أول مرة نشوف منتخب عربي يتحكم في رتم المباراة صح. في 3 مباريات السابقة، ويعني احنا شفناها مع كرواتيا كان هو الأفضل والأحسن، شفناه في المباراة الثانية كان هو الأقدر والأحسن، شفناه اليوم. أنا من وجهة نظري لازم يكون في وقفة النهاردة بعد الفوز، لأن حصل سلبيات وحصل استهتار من لاعيبة المغرب. يعني مش دايما الظروف هتخدمك، وخصوصا انت فوز وكلنا فرحانين، ولكن في ضوابط في كرة القدم مهم جدا. زي ما بدأت المباراة بفرض الريتم وفرض الأسلوب والضغط العالي وهدف مبكر لزياش، وكنت الأفضل والأحسن، وكنت ممكن تقتل المباراة ب3 أو 5 أو 6 أهداف، ولكن شفنا رجوع بعد الهدف الثاني، وهدف طبعا بالخطأ من أكرت، نايف أكرت في ياسين، وخطأ قاتل من ياسين بونو كان ممكن يكلف طرد الياسين، وكان ممكن يكلف تعادل طبعا منتخب كندا اللي هو كان ليس له امال في هذه المباراه، بدون ضغوط يلعب. نعم اكيد. فاذا انت توجدت بفعلا شخصيه منتخب يمتلك عناصر مميزه للغايه، عندك على الاطراف لعيبه على اعلى مستوى. يعني شفنا النهارده حتى حكيمي اخذ من رجل المباراه، حكيمي هو بيلعب النهارده وهو مصاب وتحامل على نفسه. شفنا طبعا مزراوي، كمان احيي مزراوي ليه؟ لان هو لاعب مميز بيلعب على الجهه اليمنى، ولكن مصلحه منتخب المغرب اللي يلعب على الجهه اليسرى وبيأدي بافضل مستوى. شفنا مرابط من وجهه نظري افضل لاعب في ال3 مباريات. طيب كابتن سمير، فقط نشير هنا إلى الصور الجوية التي تأتينا من سوق واقف، الذي طبعا يكتظ بالمشجعين، بالجماهير، بالزائرين، من كافة المشجعين العرب الأجانب الحاضرين في هذا السوق الذي دائما ما يكون مزدحما في مثل هذه الأوقات، خاصة الآن مع فوز المنتخب المغربي. جميع المشجعين المغاربة سيذهبون كذلك إلى سوق واقف أكيد للاحتفال، وده يوم طبعا تاريخي ليهم. أنت تكسب بلجيكا اللي هي يعني المباراة الثانية، وهي تحتل في تصنيف الفيفا رقم 2 بعد المنتخب البرازيلي. طيب كابتن، نعطيك الكلام الآن المحمد عن الحديث عن المنتخب المغربي الآن، ونتحدث عن هذا المنتخب الذي جاء إليه وليد الركراكي، والجميع راهن بعد ذهاب وحيد خليل الودز على هذا المنتخب، لكن ما فعله وليد الركراكي حقيقة في هذه المجموعة يرفع له القبعة. حتى مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز قال بأن مباراة كرواتيا ستكون المباراة الأخيرة، وبالتالي يعني ما فعله المغرب المنتخب البلجيكي اضطر هذا المدرب ربما نقول إلى الاستقالة إن صح التعبير. الآن هو قال آخر مباراة، لكن هي يبدو بأنها استقالة. صح. بالنسبة للمغرب أنا أعتقد قبل البطولة الإسلام ربما نتفق جميعا بأنه كان المنتخب العربي أكثر جاهزين للبطولة. نعم. توقعاتنا كانت أكثر في مصلحة المغرب مقارنة مثلا مع تونس أو قطر أو السعودية.
وهذا تاكيد ربما للتوقع الجماعي صح التعبير المغرب، لكن مستوى الفريق كان مميز، كان اكثر من توقع. صح توقعنا بانه منافس يكون مزعج لكندا وبدرجه اولى لكرواتيا وكذلك بلجيكا، لكن المنتخب يتاهل ب7 نقاط بالصداره لاول مره بتاريخ الفريق بالمناسبه. نعم. ان يحصل الفريق على 7 نقاط لاول مره كذلك بتاريخ العرب. هي رقم تاريخي حقق اليوم. هناك ارقام قياسيه كثيره سجلها المنتخب المغربي في هذه المجموعه، اول منتخب عربي يحصد 7 نقاط في دور المجموعات لكاس العالم، يبلغ الادوار الاقصائيه للمره الثانيه بعد 86، وحتى كابتن 86 كذلك كانت مجموعه صعبه بجانب المغرب، انجلترا، بولندا، البرتغال، مجموعه ليست سهله كانت صدرها المنتخب المغربي. كانت حديديه، وخصوصا انت كان كمان عنده جيل عظيم طبعا بقياده بادو الزاكي وضلمي والبياز وكريم وعزيز بورتباله. كان سكواد مميز للغايه، في تشابه شويه من وجهه نظري لان كان في نجوم كتير، حتى كريم كان لاعب عظيم في منتخب المغرب. فمنتخب المغرب حاضر البطوله دي كمان بخصله جميله، بمدرب وطني قدر يعرف ويطلع كل ما لدى اللاعبين. عوده اللاعبين زي زياش شفناه اليوم والمباراه الماضيه على اعلى مستوى، هدف مميز. شفنا عوده طبعا زراوي الى المنتخب، شفنا عوده الزلزولي، عوده طبعا عبد الرزاق. دول رباعي مميز ادوا اضافه وقوه لمنتخب المغرب في هذه النسخه. طيب لكن نبدا بفرحه المنتخب المغربي، او نستمر في الحديث عن فرحه المنتخب المغربي محمدي وعن هذا التأهل التاريخي الملاحظ اليوم. حتى المنتخب المغربي وليد الركراكي اجرى تغيير وحيد فقط على التشكيل، وهذا امر يسجل لهذا المدرب في ثبات التشكيل، في ثبات العناصر والثقه الكبيره التي يعطيها لكافه نجوم هذا المنتخب. صح، بالحقيقه يحسب له اكثر من مساله. قضيه اداره المباريات دائما ما كانت مميزه، قرار انه يخلق فريق بكتله متوسطه يدافع كمجموعه. من الصعب ان تهاجم المغرب لانه لا توجد مساحات فريق يدافع ككتله، حتى زياش يضطر للدفاع بشكل مميز. الحقيقه من المرات القليله اللي تشوف فيها زياز ملتزم جدا بدون كره بشكل غير طبيعي. حتى حمد الله عندما يدخل وهو لاعب كسول بدون كره، يحاول دائما يضغط، يحاول ان يبذل مجهود. النصيري اليوم وظفه كجناح بعد ما اخرج زياش ودافع بشكل مثالي جدا بالكره وحتى بدونه، كان مميز، كان دائما لديه القدره على ان يكون محطه، على ان يدافع، ان يساعد الظهير الايمن. يعني خلق بلوك قوي جدا على الصعيد الدفاعي، متماسك، عندما يهاجم يستطيع ان يؤذي الخصم. يعني يمتلك فرديات من المستوى العالي، لديه قدره دائما على خلق وضعيه واحد ضد واحد على الاطراف، او احد لاعب الوسط يخترق للطول، ومحاوله استهداف دائما النصيري اللي هو مهاجم خصائصه تسمح له دائما بمهاجمه العمق. الهدف الثاني هو هدف يمثل النصيري، مهاجم سريع اللي يحاول دائما يركض خلف المدافعين، وكره مميزه كانت من الظهير الايمن، كانت لعبه مباشره، بالتالي خلق كتله حكيمي. صح، كانت حكيمي، خلق كتله مميزه جدا على الصعيد الدفاعي. وعندما يلعب اخر مباريات عاده اخر لحظات اخر ربع ساعه يدخل عاده مدافع ويدافع اكثر، كانما يقول انه الذي لا ياتي بالدفاع ياتي بمزيد من الدفاع، يضع 5 بالخلف ويحاول يتكتل كمجموعه. صح انه ربما كان يمكن للفريق ان يتنفس اكثر، وربما كان الفريق ان يمتلك كره اكثر خاصه في بدايه الشوط الثاني، يعني يحاول يستحوذ لانه كان واضح انه لديه القدره على ذلك، انه يمتلك جوده لذلك. ربما قرر ان يدافع بشكل متسارع نسبيا، لكن الفريق ظهر ببلوك متماسك. كندا لم تخلق فرص حقيقيه استثناء الركنيه تقريبا، كل لعبهم كان نمطي، كان لعب عرضي، لم تكن لديه القدره على خلق اي زياده عدديه، على البحث او ايجاد اي لاعب ثالث مثلا سواء بين الخطوط او خلفه. فبالتالي تحيه كبيره لوليد الركراكي اللي استطاع اولا خلق هويه تكتيكيه صلبه جدا خاصه بدون كره، الشيء الثاني خلق بيئه مميزه جدا. اداره هؤلاء النجوم ليس بالمساله السهله، نحن نعرف زياش، نعرف شخصيته وطبيعته، اصطدم مع اكثر من مدرب، صحيح، ليس فقط هاليلوزيتش، بالتالي ادارته مساله صعبه. الحمد لله كذلك ادار هاي المجموعه كلها باقتدار، بقدره كبيره جدا على الصعيد الاجتماعي والعاطفي، وهي مساله تحسب لها بكل تاكيد. نعم، كابتن كلين شيت في اول مباراتين، شيء سجل لهذا المدرب مع كرواتيا، تعادل سلبي، مع بلجيكا فاز بهدفين دون مقابل، لكنه تلقى هدف بنيران صديقه مع المنتخب الكندي، وهذا يحسب لهذا المدرب. في 3 مباريات تلقى هدف وحيد. ده يدل على الهويه والصلابه الدفاعيه لوليد الركراكي اللي عمل شيء مميز في كره القدم. انت نمره 1 في اي بطوله مجمعه يبقى عندك قوه دفاعيه، ومن ثم بعد كده تفكر في النواحي الهجوميه. ولكن وليد عمل شيء جيد هو التوازن بين الدفاع والهجوم، وخصوصا على الانضباط التكتيكي الدفاعي في ال3 خطوط. لو احنا شفنا لو منتخب المغرب بيلعب زون ديفنس ديفرنت اريا، بيدافع في مناطق مختلفه،
الثلاث مناطق على اعلى مستوى. نعم. لو بيعمل هاي بريسنج بيبقى الثلاث خطوط في الهاي بريسنج، ويبقى تقارب الخطوط والحفاظ على الهندسه الفراغيه بين الخطوط بالظبط. بتدافع في 30 متر في العمق و40 متر بالعرض، في تقارب الثلاث خطوط والحفاظ على المسافات بين نعم. اللاعبين. يعني هو بيلعب بنظام لعب 4-3-3، واللي منجح له المنظومه الدفاعيه مرابط، اللي هو بيتمركز كويس خلف الاتجاه التكتيكي الهجومي. لو انت بتهاجم من العمق بيبقى تمركز في وسط الملعب مع سايس مع اكرد نايف. البنيه تمتلك هذا اللاعب كذلك، البنيه الجسمانيه كابتن والقوه البدنيه كذلك. ده انا كمان اديك يعني ازودك يعني أيوة حاجه جميله. دلوقتي بيتنافسوا عليه انديه كبيره. صحيح. هو تحت انظار دلوقتي ليفربول وانديه كبيره في اوروبا، لانه يمتلك صلابه دفاعيه، يمتلك فوز في الكره الثانيه. نعم. الاستخلاص على اعلى مستوى، التمركز الجيد والاداء الخططي خلف الكره مهم جدا. في لاعب رقم 6 عنده القراءه الجيده في عمليه الافتكاك والاستخلاص في وسط الملعب، ودي ميزه مميزه لمرابط، اللي هو من يعني بينجح المنظومه الدفاعيه لمنتخب منتخب المغرب. ولكن ده انا اقول لك القصة الأجمل في كأس العالم، ما لا تعرفونه عن قصة كفاح والدة أشرف حكيمي. قد تمر علينا خلال بطولة كأس العالم صور معبرة وتحمل معان إنسانية كثيرة، لكن هذه الصورة هنا عناق أشرف حكيمي ووالدته ستتفوق دوما وستكون ضمن الأجمل بلا منازع. وإن أعجبتم بهذه الصورة فبالتأكيد ستعجبون بهذا الفيديو الرائع لهما سويا. What does it mean to have your mother with you today? Bueno, la verdad que mi madre es el pilar para mí, que está siempre conmigo, y la verdad que con estos momentos que me tocan disfrutar también me gusta que esté ella a mi lado, porque bueno, es la que me ayuda desde pequeño y la que ha estado siempre conmigo, así que esto también debe estar ella a mi lado para también disfrutar de estos momentos, que se lo merece. How proud of you? How proud of Ashraf are you? ¿Por qué estás orgullosa de mí? Porque Dilo. En español, di. me contenta, Sí, sí. contenta, me gusta, muy contenta. Do you get nervous while watching him play a big match? Que si te pones nervioso cuando ves mis partidos. No, Because you trust him. ¿Porque tú crees en mí o por qué? sí, mucho. Do you call him before and after the matches to make sure he's good? Si me llamas antes de los partidos y después para ver si lo he hecho bien. Sí, siempre. What do you wish for Ashraf in the next years? ¿Qué me dices para los próximos años? ¿Qué prefiero? No, ¿qué me dices? ¿Qué consejo me das? Pues, no sé, el Dios le que bendiga, no sé, el Dios le... No sé qué digo. صورة أشرف ووالدته هذه التي انتشرت كالنار في الهشيم ليست مجرد عناق بين ابن ووالدته، بل هي دليل قاطع على حسن تربية هذه السيدة الفاضلة المناضلة لابنها البار، الذي لم يأل جهدا في أي لقاء أو حوار ليشيد بالتعب الكبير والنضال الذي عاشته والدته من أجل أن يصبح النجم العالمي الذي هو عليه اليوم. لا يوجد ما يخجلني في الحديث عن ماضي أسرتي. والدي كان بائعا متجولا، والدتي كانت خادمة في البيوت، لقد تعذبا كثيرا من أجلي وكانا يضحيان كي أتدرب وألعب كرة القدم. اليوم هما مصدر طاقة وحماس بالنسبة لي. انتقلت عائلة أشرف في طفولته من مدينة كازابلانكا في المغرب إلى المدينة الصناعية في مدريد من أجل كسب مال إضافي لتربية أطفالهم بالصورة الصحيحة. ضحيا كثيرا وبذلا مجهودات شاقة جدا من أجل أن يلبيا مطالب أبنائهم الأساسية ويصلا بهم إلى القمة ويفخران بهم، وهذا بالتحديد ما تعيشه العائلة اليوم. فقد عمل أشرف جاهدا من أجل رد هذا الجميل لوالديه، وهو دوما ما يصر على الاتصال بوالدته قبل أي مباراة كبيرة سيشارك بها. يتصل بي من أي بلد يتواجد به ويطلب مني أن أدعو له. واليوم تتصدر والدة أشرف العناوين العالمية بسبب حسن تربيتها وتفانيها من أجل ابنها الذي بات يصنع التاريخ مع منتخب بلاده في كأس العالم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.